السلام عليكم حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله عز وجل تكونوا كلكم بخير وعلى خير نتوما وليداتكم والعائلات ديالكم. هذه التتمه ديال الفيديو اللي قبل درت معكم فيه الفطور والغداء، هذا العشاء ان شاء الله بحول الله. بغيت نقترح عليكم فكره اولا نشارك معكم الافكار اللي كندير. من هنا لقدام ان شاء الله نبقى ديما نحط لكم فيديو على الاقل 2-3 الفيديوهات في السيمانه ان شاء الله بحول الله. هنايا درت العشاء منه كاسكروط منه عشاء بجوج، حيت الراجل كيدخل بكري من الخدمه، كيخصني نوجد بكري العشاء، داكشي علاش درتو منه كاسكروط منه عشاء. هانتوما غتشوفوا معايا غادي ندير دوك لي شوصون الصغار، انا درتهم كبار باش يجيو هكا على قد اليد. بالنسبه للعجينه، هاد العجينه كتنجح في جميع المعجنات البنات، دوك المعجنات اللي معمرين بالكفته والخضره وداكشي، اي حاجه غتعمريها ديري هاد العجينه راه ساهله ماهله. بغيتي تضيفي عليها شي حاجه بحال دوك المنسمات ضيفي، من غير المنسمات ديري غير هاد العجينه فقط. درت فيها الدقيق مخلط، على حق الله اكبر، الدقيق مخلط، معلقه ديال الخميره د العجين، معلقه ديال الزيت البلديه وشويه د السكر وشويه د الملحه صافي، ومعلقه ديال الزبده باش كتجي من السما وكيجي فيها داك المذاق ديال الزبده زوين. صافي نغطي العجينه ديالي هكا نخليها ترتاح بيد ما صيبت الحشوه غادي ندير داكشي اللي عندي في الثلاجه، انا ما كنصعبش داكشي علاش قلت لكم غادي نشارك معكم الافكار اللي كندير بدون زياده بدون نقصان. الحشوه غادي ندير البصله وخيزو والفلفله والكفته، هادشي اللي عندي حاليا. نتوما ممكن تزيدوا اي حاجه بغيتو، زيدوا هذيك الكرجه الخضراء، القرعه الخضراء حتى هي كتجي زوينه. المهم اي حاجه بغيتو ممكن تزيدوها، انا كنعطيكم غير افكار وانتم راه تزيدوا من عندكم. كنقطع الفلفله على هذا الشكل قطع صغيره، كنزيد عليها البصله حتى هي كنقطعها قطع صغيره باش كيتشحر كلشي مزيان على حقه وطريقه. وبالنسبه للخيزو كنحكو في هذه الحكاكه المتوسطه، ما تكون غليظه ما تكون رقيقه، متوسطه باش كيجي زوين. صافي كنزيدو حتى هو على الخليط. الكفته عندي مجمده، يعني نقطعها ما عنديش انا الوقت فين نخليها تطلق على راحتها، نقطعها بالموس بحال سواء خليتها طلقات سواء بالموس بحال نقطع القدر اللي غيكفيني، واللي باقي غادي نعاود نلوي عليه السلوفان ونحطه في الفريغو حتى الشهيوه الجايه ان شاء الله. بالنسبه للعطريه البنات نعطيكم غير واحد لاستيس كنديرو. بالنسبه للعطريه بقاو استعملوا دوك العطريات المنسمين، بحال كاينه عطريه خاصه بالكفته، كاينه عطريه خاصه بالدجاج، كاينه عطريه خاصه بالحوت، كاينه المروزيه حتى هي المروزيه كتجي زوينه في سميتو. انا درت شويه من داكشي اللي عندي من العطريه.
هاد العطريات بالضبط كينسموا الماكله، كينسموها، كيعطيوها مذاق زوين. صافي والزيت، وغنرد كل شيء يتشحر. بالنسبه للتمر غادي ندير فيه الكركاع من الوسط. كما قلت لكم التمر كنحاول نحطو ديما فوق الطبله. كناكلو تميره جوج راه زوين بزاف. غير الا كليتي غير وحده في الفطور، وحده في الغداء، وحده في العشاء، راه بارك الله يجعل البركه، راه زوين بزاف ومنفع. غادي ندير الكركاع من الوسط. الحشوه ديالي وجدات. غادي ندوز دابا للعجين. غنشكلو على شكل كويرات صغار، وتبعوا معايا الطريقه اللي غادي ندير في لي شوصون. هنايا غندهن الطاوه بالزيت باش ما يتلصقوش. كندهنها غير في المره الاولى. وغادي تتبعوا معايا الطريقه كيفاش غنصايبهم. يعني هذه فكره من عندي، وانتم ديك الساعه راه عندكم حق الاختيار. ديروا اللي بغيتو. المهم انا كنعطيكم فكره على حسب شنو عندي في الثلاجه وجدت به الحشوه، وشنو عندي في العجينه حتى هو وجدت به العجينه العاديه. يعني كاين اللي كيزيدها الحليب. هاد العجينه بالضبط ديال لي شوصون كاين اللي كيزيد الحليب. انا دابا ما عنديش الحليب. يعني ممكن تخرجوا افكار من داكشي اللي عندكم في الدار. ونبقاو نتمشاو على قدر المستطاع ديالنا. يعني ما نجهدوش ريوسنا وما نبغوش شي حاجه ما واصلينهاش، اولا ما عندناش حنا ديك الحاجه صافي نربعوا يدينا حنايا ما نديروا والو. لا بالعكس، نوضي حلي الثلاجه شوفي شنو عندك وجدي بداكشي اللي عندك، وجدي وحطي في الطبله، وفرحي وليداتك وفرحي راجلك، وخلقي واحد الجو اللي زوين. حيت سبحان الله العظيم، خذوها من عندي نصيحه، راه سبحان الله العظيم حتى الا الفرق ما بين كتفنني في الاكل كيكون واحد الجو زوين في الدار. وإلا غير كتحط غير اللي كان يعني نطيب غا طاجين نعمرو بالخضره ونحطو، ولا نطيب غا لي باط نسلقهم ونحطو وندير له الصوص ونحط. يعني فرق كبير انك تفنني في الطبله. حتى وليداتك كياكلوا. انا كنشوف بعدا بنتي حتى الا تفن الى صايب داكشي الديكوراسيون، اللوينات، الالوان، الفواكه، الخضر، وداكشي زوين، الدراري الصغار كياكلوا، كتحليهم الشهيه. وبالنسبه لي شوصون الطريقه اللي كندير هي هذه. كتديهم بالفرشيطه، منها العجينه كتسد وكتعطي واحد الديكور زوين. صافي كنبقى غادا على نفس الطريقه كلهم حتى كنسالي. كندهنهم البنات غير باصفر البيض. هاي يعني كنكثر من اصفر البيض باش كيجيو محمرين مزيان. كتعجبني ديك الحموريه كثيره اللي كتكون فيهم من الفوق.
كيقربوا كاع يتحرقوا. كيجيو حسن. وبالنسبه للتزيين هنا كنزينهم بالحبه السوداء حتى هي كتجي زوينه في المنظر. ممكن ديروا الزنجلان اولا النافع، يعني على حسب شنو عندكم نتوما في الدار. صافي وكندخلهم النار، كندخلهم عفوا للفران، كنكون ديجا شاعلاه على النار متوسطه، ما تكون طالعه ما تكون خفيفه. هنايا غادي نصايب معكم دوك اللعيبات اللي حطيت في الفطور ديال الفيديو اللي قبل من هذا. هنا فين قلت لكم شاطت ليا العجينه وفكرت شنو غندير بها، غندير بها اللهم ندير بها شي حاجه بلا ما تخسر، بلا ما نحطها في الفريكو، بلا ما نلوحها، يعني ندير بها شي حاجه اللي غنستافد منها. هنايا غادي نشكل من هذوك اللعيبات، دوك سميتهم معجنات، ما عرفتش غنسميهم. المهم دوك اللعيبات انتم غتشوفوهم معايا وتشوفوا معايا الطريقه.
هادو راه ديجا دخلتهم الفران. منين انا طابو لي شوصون ديالي طفيت الفران ودخلت هادو باش يخمروا، حيت ما كاينش الوقت هنا راه بالليل. دخلتهم حتى خمروا دغيا دغيا واحد 2 دقائق 3 دقائق لقيتهم تنفخوا صافي. حتى هما غادي ندهنهم باصفر البيض وغادي ندخلوهم يطيبوا. كما قلت لكم البنات في الاول، خلقوا السعاده من لا شيء، خلقوها من ابسط الامور. داكشي اللي عندكم في الدار غادي تقدروا تخلقوا به واحد الجو اللي هو زوين. الليمون طاحت ليا فكره، قلت علاش الليمون بقاو نحيدو من داك الوضع العادي اللي مولفين تتقشر الليمونه كتاكليها، نحطوا لهم مقشر ونزيد عليه شويه القرفه حتى هي كتجي مع الليمون زوين. كتعجبني انايا في الليمون، ونشكل منها واحد البلا اللي هو زوين. حتى كما قلت لكم بنتي غتاكلو، يعني الا حطيت لها البلا بحال هاد الطريقه غتاكلو. اما الا حطيت لها الفواكه هكاك صاينين كتعجز عليهم، الا كاع قطعتو ليها عادي وعطيتو لها ما كتبغيش. هاد الطريقه كتجيها في شكل يعني حتى كما كيقولوا الناس العين كتاكل. صافي هادشي اللي كاين. كما قلت لكم الفواكه اللي عندكم غتقطعوهم قطع صغيره وغتشكلوهم في واحد البلا اللي هو زوين، وتحطوهم حتى هما كيعطي واحد الديكور زوين في المائده. وباش ندوزو الماكله اولا العشاء غادي ندير واحد العصير خفيف ظريف. عندي 2 تفاحات، بنانه وحده، و3 تميرات. بلاصه السكر غادي ندير التمر. كنحاول ديما السكر ما نديروش، بعض المرات كنديرو مسوس وبعض المرات كنزيد التمر. كان اللوز زدتو، حيت حتى اللوز كيجي زوين مع البنان والتفاح. صافي وغادي نبدا نوجد المائده ديال العشاء ديالي على هذا الشكل. وهنا البنات غادي نقول لكم بالسلامه عليكم. هنا راه صافي كلينا تعشينا. دائما كنغسل الماعن عاد كنعس، كنفيق الصباح الكوزينه كنقول الله على راحه. حتى الا تعطلت في النعاس كنفيق كنلقى الكوزينه نقيه، كيبقى ليا غير داك الفطور كنوجدو كنفطر
وكنوض مباشره كندير الغدا. دائما البنات هذه الطريقه المعتمده عندي. كنغسل المعان عاد كنعس كنرتاح والله وكنشم ديك ريحه جافيل كنرتاح. انا صافي سالينا تعشينا، غسلت المعان ستفتهم بلاصتهم كل حاجه بلاصتها. جففت الارض، شطبت وجففت وشطبت حتى البلاصه فين كنتغداو فاش كناكلوا عفوا طرفتها. ودابا غنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.